كل اللي هيدوقها هيسألك اتعملت ازاي، مع شوية رز بفلفل وشوية عيش محمصين وطبق شوربة ريحته تجيب لآخر الشارع، وصلصة ما حصلتش تخليكي تعملي أحلى طبق فتة ممكن تعمليه في حياتك. سهل وبسيط، وكل اللي هيدوه هيسألك اتعمل ازاي ومنين، من أول قطعية اللحمة ولحد تحميص العيش والرز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول، من أحسن القطعيات اللي ممكن تستعملوها للسلق فهي الدوش أو السن، المتوفر عندكم استعملوا. أنا هنا استعملت كيلو من اللحم، حلة كبيرة فيها مية بتغلي، حطيت فيها بصلاية متقطعة مكعبات وطماطماية يدوب شقتها كده نصين و3 فصوص من الحبهان. هبدأ أنزل اللحمة بتاعتي، وأنا هنا مش عايزة أشوح اللحمة، يعني عملتها معاكم قبل كده بطريقة تانية واحنا شوحنا اللحمة الأول. جربوا الطريقة دي بقى، هتكون أحلى كتير قوي مع لحمة لما تكون من الدوش أو من السن، هتديكم نتيجة حلوة قوي. حطيتها ورفعتها على النار كده زي ما شفتوا. طاسة حطينا فيها شوية من الزيت، شوحت فصين من التوم، هنحط معلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الخل، معلقة صغيرة كمون، ويا نهاري على الريحة. اعملوا طشة كده بقى عظمة قوي. نزلوا عليها كوبايتين من الصلصة، وهنا هتبقوا عملتوا صلصة وطشة في حلة واحدة من غير ما تحتاجوا بقى الطشة في جنب والصلصة في جنب تاني. حطيت عليها شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود وسبتها تاخد مصيرها. عايزة اقول لكم بقى، اللهم بارك، اللحمة حلوة قوي. اكشفوا عليها كده في وسط السلق مرة تانية وتأكدوا ان مفيش اي رغوة او ريم على الوش. الصلصة بتاعتي بقى هنا كانت جهزت وبقت مظبوطة قوي. فحلة بقى فاضية كده على النار، هنزل شوية من الزيت وشوية من السمنة البلدي، وهحط معاهم 3 فصوص من المستكة. اول ما يبدأوا كده يسيحوا انزل عليهم 2.5 كوبايات من الرز المصري المغسول متصفي كويس جدا، هديهم تشويحة كده محترمة. وبعدين هنزل عليهم معلقة صغيرة مليانة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومكعب مرقة ماجي. هستعمل للرز بتاعي هنا 1 كوباية من الشوربة الكبيرة و1 كوباية من المية، وهحط ربع كوباية ما بين الشوربة وما بين المية. طب أنا ممكن أسقي بشوربة بس، تمام، ممكن أسقي بمية بس، تمام، لكن أنا الشوربة بتاعتي كانت دسمة فحبيت إن أنا أقسم الكمية، يعني أنا استعملت إجمالي 2.25 كوباية من المية بتاعتي. معيار المية اللي بتتحط على الرز يكون يدوب وصل لعقلة الصباع علشان يطلع معاكم مفلفل وحلو. اول ما بيتشرب بتهدوا عليه النار وتتابعوه، ما تقلبوش كتير علشان ما يعجنش معاكم، يطلع معاكم احلى رز مفلفل ودايب. الشوربه بتاعت اللهم بارك خدت ساعه بس، عايزه اقول لكم طلعت حلوه قوي. علشان تعملوا بقى احلى عيش محمص يتاكل اكل وريحته تجيب لاخر الشارع، هنحتاج ان العيش سواء طري او خارج من الفريزر، اي عيش متوفر اقطعه كده مكعبات، يعني الى حد ما تكون قد بعضها شويه، علشان بقى ناخد احلى شكل ممكن لطبق الفتة بتاعنا. بحب قوي ان انا اقطعها بالعيش، وتقدروا تقطعوها التقطيعة اللي تناسبكم. حطيت بقى 2 كبار كده من الزيت، وهحط كمان معلقة من السمنة البلدي، وتقدروا تحطوا معلقة من الزبدة. هنحط شوية من الملح وشوية من الكمون، نقلب الكلام ده كله كويس قوي وهو بارد لسه مع بعضه. وبعدين نرفع الكلام الجميل ده كله على عين البوتاجاز مع تقليب مستمر. هتلاقوا العيش بتاعكم بياخد تحميصة كده وكراست دهبي. عايزة اقول لكم ان والله انتوا هتاكلوا العيش قبل الفتة. ولو وصلتوا لحد هنا قولولي بقى، بتفضلوا الفتة الاسكندراني اكتر ولا الفتة المصري بتاعتنا؟ العيش بتاعي حطيت عليه 2 كبار من الشوربة ومعلقة كبيرة من الصلصة، وقلبته كده تقليبة خفيفة علشان يفضل فيه قرمشة صغيرة كده بتخليه حلو قوي. هبدأ بقى ان انا اوزعه في الطبق بتاعي وانزل عليه بالرز المفلفل الحلو اللي احنا عاملينه. وعايزة اقول لكم اللهم بارك، الريحة حرفيا وهمية. قدموه بقى، زينوا كده بقى العيش يعني حوالين الاطباق بتاعتكم علشان تعملوا شكل حلو. زودوا الصلصة كده، حطوا اكسترا صلصة عشان بتبقى حلوة وكتير. حطوا قطع اللحمة بتاعتكم وقدموها. وعايزة اقول لكم انه والله دي هتكون احلى مرة تعملوا فيها طريقة ما بغيرهاش بقالي سنين، انا بس بزود عليها كده تركات تخليها احلى واحلى. هستنى بقى تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو، تبعتوا الفيديو لاصحابكم علشان يستفيدوا، تعملوا منشن لكل اللي تحبوهم يجربوا الوصفة، ولايك وشير بقى يا حلوين. بصحة هنا.